أم ريل، هكذا أم ريل من اليمن تسأل تقول بالنسبة لغسل الشعر إذا كان فيه زيوت أو كريمات مثلا هل يجب إزالته عند الغسل وهل يعتبر عازل؟ أختي أم ريل من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه راجعة إلى طبيعة هذه المواد، فإذا كانت فعلا هذه المواد عازلة، مواد قشرية، مواد فعلا تمنع وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة يجب إزالته، ما يصح الغسل الواجب إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما إذا كانت لا يعني كريمات وأدهان وزيوت تتشرب في الشعر ولا تشكل طبقة عازلة يجوز. طيب من الذي يستطيع أن يجيبك على هذا؟ أنت أو المتخصص. أنت تقرأين النشرة الموجودة على الأشياء هذه العلب، تقرأينها يكتبونهم، وإذا ما يوجد تراجعين الجهة البائعة أو الصيدليات مثلا، ضروري، لأن هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأشياء هذه تنتبهون لها بدقة، ولذلك الوصول إليها سهل، خاصة مع هذا الوقت اللي الآن أنت ما شاء الله عندك محمول وراسلتينا منه، تستطيعين أنت عن طريق محركات البحث أنك تفحصين هذه المادة. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول يعني كيف يأتي الرزق من الله وكل شيء بسبب وأنا الذي أخرج باحثا عنه؟ أبو محمد عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، من أسماء الله تعالى الرزاق، من أسماء الله تعالى الرزاق، والرزق بيده سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا يقول في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله جل وعلا له الحكمة البالغة في رزق الخلق والعباد، ورزقه لا يقف على يعني على شخص معين أو على جهة معينة أبدا، رزقه عام. يرزق الله عز وجل المسلم والمشرك، يرزق البر والفاجر، يرزق المطيع والعاصي، رزقه عام. لذلك يعني الرب جل وعلا من أسمائه الرزاق، الرزاق، بل يرزق جل وعلا هذه النملة أو الدودة الصغيرة في صخرة صماء، صخرة صماء لا يدخلها نور ولا يدخلها هواء. الآن بعض الصخور لما تكسر فيها حشرة، سبحان الله، يرزقها الله عز وجل، يرزق من في البحار، ويرزق من في السماوات، ويرزق من في الأرض، ويرزق من في الصحراء. رزق الله عظيم، ولا بد أن تعتقد بأن الرزق من الله عز وجل وليس منك أنت، ليس منك. هذا كلام قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، فالرزق من الله. طيب أنت مأمور الآن بأن تجلس في المسجد تقول أنتظر السماء تمطر علي ذهبا أو فضة، ولا مطالب بأنك تسعى؟ أنت مطالب بأنك تسعى، هذا سبب، تبذل سبب. ولذلك نحن مطالبون ببذل السبب وعلى الله قصد السبيل. نبذل السبب والله هو الرزاق سبحانه وتعالى. وفي السنن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. شوف الحركة، السعي، الطير تخرج الصباح يعني بطون جائعة وتعود ببطون مليانة ملأة. هذا الإنسان يخرج من الصباح الباكر يطلب الرزق، ويقدر الله عز وجل له، قد يجد الشيء القليل، قد يجد الشيء الكثير، قد يجد الشيء المتوسط. فأنت يا أخي الفاضل مطالب ببذل السبب. عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد مجموعة من الشباب جلوس في وقت السعي، الناس تشتغل في الأسواق، قال ما الذي أجلسكم؟ قالوا نسأل الله الرزق، فعلاهم بالدر على رؤوسهم، قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اخرجوا إلى السوق، أمرهم بالخروج إلى السوق. ومع هذا يا أخي الفاضل عندك مجموعة أمور، منها أولا قضية الدعاء، أنك تدعو الله عز وجل، هذا مهم جدا، هذا من أسباب يعني حصول الرزق، من أسباب حصول الرزق أنك تدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعاء عظيم، الدعاء عظيم. يقول جل وعلا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي، فسأل الله الولد، سأل الله الولد، هذا الدعاء شيء عظيم. الأمر الثاني بذل السبب كما ذكرت قبل قليل، السعي في الأرض، ويعني أنواع التجارات والصناعات والحرف والمهن كثيرة جدا. الأمر الثالث عليك بالأعمال الصالحة،
فإنها سبب معين على الرزق. ومن ذلك صلة الرحم وبر الوالدين، هذه أشياء معينة على طلب الرزق، على حصول الرزق. كذلك التصدق، هذه الصدقة تنمي المال، يبارك الله عز وجل في المال حتى لو كانت قليلة، بارك الله فيك.